برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. يحكى أن أرنبا كان يقف على أعلى تلة في الوادي، رأى ثعلبا فقال له ببراءة: علمني كيف أعيش عزيزا في هذه الحياة. فرد الثعلب: كن شجاعا. صمت قليلا يراقب نظراته اللطيفة، ثم كرر: كن شجاعا يا صديقي، جرب ذلك الآن واقفز من أعلى التلة. نظر الأرنب إلى السفح فوجده عميقا، فقال: لكني سأتحطم لو قفزت من هنا. فأجاب الثعلب: عيب عليك، أتنكسر وأنا هنا؟ سأمسكك، لا تخف. قفز الأرنب المسكين وسقط على الأرض مكسورا، ثم نظر يعاتب صديقه: لماذا لم تمسك بي؟ فقال: لقد كان درسك الأول والأخير، أنت أرنب وأنا ثعلب، ولا تثق الأرانب بالثعالب. معكم منا أسامة وبرنامج ما قبل الهاوية. المكر مش بس في الثعالب، في بشر أخطر منهم بكتير، بشر همهم الأول والأخير إنهم يحطوك في قفص. من كتر ما هتتعامل معاهم هتكتشف إنك أسوأ إنسان في العالم. سميتهم أشد من المواد الكيميائية، هيفضلوا يستفزوا فيك لحد ما تحرر كل شياطينك اللي بتجاهد نفسك عشان تحبسهم. بعد كده هيسيبوك مهزوم ومكسور من غير ثقة في حياتك. ناس لازم تتخلص منهم قبل ما سمهم يقتلك. كل اللي بيحبطك وأي حد بيوجه نظرك لكل حاجة سلبية، اللي عامل نفسه صاحبك وبإيده بيمسح دموعك، بإيده التانية بيزرع خنجر في ظهرك. للأسف يا صاحبي، بعض الناس في حياتنا بس عشان يتأكدوا إننا بنفشل. زي ما قال الشاعر: لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو العقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب. أصعب قرار ممكن تاخده في حياتك هو اختيار صاحبك، صديقك اللي هتآمن ليه على كل أسرارك، اللي هتدخله بيتك وتشاركه أحلامك. في حديث عن الرسول بيقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. من رأيي وإحنا بنختار صحابنا نركز على الحاجات البسيطة، حاجات من كتر بساطتها اللي عملها هينساها، بس اللي اتعملت عشانه هيفضل يبتسم كل مرة يفتكرها. برغم بساطة الموقف بس كان معناه كبير قوي. أوقات المواقف الكبيرة خداعة. كم واحد هون على صاحبه غدر حبيب وهو متفق معاه على الخيانة. ناس كتير في حياتنا بنكون ماسكين في إيديهم، بنطلب منهم يبعدونا عن الهوية، ومن غير ما نحس بنلاقي نفسنا على الحافة. بنكتشف إن حطت إيديهم على ظهرنا عمرها ما كانت سند، هي في الحقيقة سد بيمنعنا من الرجوع. في اللحظة اللي هنعرف فيها قد إيه اختيارنا كان غلط هنقتل الكل في حوادث الثقة. تفكيرك في إن كل مشاعرك كانت لشخص غلط هيوصل السم لقلبك. هتبدأ تمشي في طريقين ما بيختلفوش عن بعض كتير، يا إما هتعتزل الناس أو هتشوف الكل كإبر سم لازم تتخلص منها. في الدنيا يا صاحبي هتتعلم كل حاجة لوحدك إلا الأسوأ، في حد هيعلمها لك. في وسط كل ده افتكر إنك دعوة في صلاة، دعوة في صلاة واحد من صحابك، وإنك بسمة لواحد تاني، إنك طريق النجاة الوحيد لتالت، وإنك أمنية مستنيها شريك حياتك. السيئة مش لازم تعم، فما زال الخير في أمة محمد إلى يوم يبعثون. من الآخر يا صاحبي، الصحاب ما بيغزلوش، كل الحكاية إنك بتطلق لقب الصاحب على كل عابر سبيل. فبعد كده احرص إنك تختار صح، اختار صاحبك يكون أحسن منك، صاحب مش هيطلع عقده ونقصه عليك، هيكون ليك دعم وتحفيز، هيفكرك دايما إنه بيحبك في الله، هيكون ورا روحك السعيدة. وصدق قلبك في اللحظة الأولى ومن الموقف الأول. لغة القلوب من أعظم لغات العالم. لما تحس بحاجة غريبة، لما قلبك يقولك إنه مش مرتاح وتبدأ التصرفات تضايقك، ابعد. لما تلاقيه بيحبطك وبيبعدك عن كل حاجة بتحبها، ابعد.
لما تلاقيه بيهدك وبينفخ في النار تقيد بدل ما يهديك، ابعد. وفي اللحظة اللي هيخرج فيها أسوأ ما فيك وبدون خجل هيعيش عليك دور الضحية وإنك الظالم المفتري، قوله ده أنت، أنا بس مرايتك، أنا بس بوريك طبعك وحقدك اللي أنت فيه. لو مش هتحبني ده حقك، أنا مش ملاك عشان كل الناس تحبني. فلو هتكرهني ما تمثلش عليا، حاربني بكل طاقتك وحاول تهدني وتكسرني من غير غدر وخيانة. خلي عندك مبدأ على الأقل، يا تكون صاحب وفي يا تكون عدو بشرف. كنت معاكم منى أسامة وما قبل الهاوية.